لو انت الشخص اللي بيقول انا بعمل كل اللي عليا وبستمر بس ما بوصلش لحاجه وعاوز تعرف السبب، فالفيديو ده ليك. تعالى اقول لك المشكله فين بالظبط وبعدين اقول لك حلها. المشكله ان انت فاكر ان الحاجه الوحيده اللي ممكن توصلك لحلمك وهدفك هو الفعل، بس الحقيقه مش كده خالص. اكيد جالك وقت وقلت ليه الشخص الفلاني وصل اسرع مني مع ان انا تعبت واستمريت ووقعت وقمت ووقفت وقمت واستمريت لحد ما جبت اخري ولسه مستمر وما وصلتش لاي نتيجه. وقتها كان نفسك حد يقول لك فين المشكله بالظبط وكنت هتحلها، وانا جيت عشان اقول لك ان المشكله كلها في عقلك. فهمني ايه اللي بيحصل في عقلي ما بيخلينيش اوصل. بص، ده عقلك الواعي وده عقلك اللاواعي وده الجسم وده الفعل. في اللحظة اللي انت بتبدأ وتقول فيها انا هبقى مشهور، انا هعمل جسم رياضي، انا في يوم من الايام هبقى غني، ساعتها عقلك اللاواعي بيرد عليك وبيقول لك انت فاشل، انت فقير، مستحيل، انت هتفضل مكانك. وفي اللحظة دي بيبقى في جزء يا بيوقف ما بيعملش اي فعل، يا في جزء تاني بيقاوم وبيبدأ يعمل، بيحرك جسمه ويبدأ يعمل فعل. بس مع الفعل اللي هو بيعمله ده بيبقى فيه مشاعر سلبية، والمشاعر دي بتبقى طالعة من عقلك اللاواعي، أفكار ومشاعر سلبية أنت بتحاول وبتهاجم فيها. لما بتعمل الفعل وفي طاقة طالعة منك، بتعمل ترددات سلبية للعالم الخارجي بتخليهم يتصرفوا تصرفات عكس اللي انت عاوزها، حتى بتخلي أحلامك ما تتحققش، ودايما بتخلي طريقك كله معقد وصعب وفي الآخر ما بتوصلش. طب يا مازن أعمل إيه عشان أخلي كل حاجة تتحرك لصالحي؟ الحل الوحيد عشان تشيل كل الافكار السلبيه اللي في عقلك اللاواعي وتغيرها عشان طاقتك تبقى ايجابيه وكل حاجه تتحرك لصالحك، لازم قبل ما تنام تسترخي لحد ما تحس انك مرتاح خالص وتعمل تامل. طب ازاي يا مازن اعمل تامل؟ بص، هتغمض عينيك وتتخيل كده انك فعلا وصلت لهدفك، وتبدا تحس انا وصلت لهدفي، انا حققت، جبت العربيه اللي نفسي فيها، معايا كل الفلوس اللي نفسي فيها، وتبدا تحس بلذه الوصول. تحس بلذة الوصول ولذة الطريق ولذة النهاية، وهتحس بشعور جميل كده. وبالطريقة دي انت هتجبر عقلك اللاواعي انه يصدق كل الافكار دي، لان العقل ما بيعرفش يفرق بين الخيال والحقيقة، هو بيتبرمج بحاجة واحدة بس، الاحساس. وجرب الطريقة دي مرة قبل ما تنام ومرة بعد ما تصحى، عشان العقل وقتها بيبقى مسترخي وقابل للبرمجة. وفي الاخر عاوزك تفهم ان مستحيل تغير اي حاجة في الخارج غير لما تتغير من الداخل. سلام.